الجمال، يا صباح الحلاوة، يا صباح الرزق، يا صباح الخير. فدلوقتي هنذبح الفراخ الشمورت زي ما هنشوف كده، بشوية تركات وحركات مع بعض كده بإذن الله. الشتا يبقى شمورت محشي فريك أو محشي رز، على حسب ما انت ربنا يقدرك بإذن الله. فهنحشي مع بعض وهناكل أحلى فراخ بإذن الله. يلا بقى هنفصل ونرجع تاني إن شاء الله عشان نجهز للذبح بإذنك يا رب. يلا بقى مع قناة نوعاتي مع طيور البيت، اعملي لي لايك وما تنسنيش بقى في الاشتراك وفعلي لي الجرس. ويلا بقى ندخل في فيديو على طول عشان ما يطولش ونرجع تاني باذنك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم يا احلى متابعين عندي في القناه مع قناه نوعاتي مع طيوري في بيت. ان شاء الله باذن الله هعلمكم بالذبح وكل حاجه باذنك يا رب، تركات بقى وحركات بتاعه رودي باذن الله. فهنذبح دلوقتي الطيور الفراخ البلدي شمورت. الديوك دي طبعا اللي بيحب طبعا الشمورت يا جدعان يجي عندنا هنا. الاوزان دي اللي انا اقول لكم عليها في الحجم ده هو بقى الشمورت اللي هو نقول عليه شمورت. تمام. فان شاء الله باذنك يا رب دلوقتي هنذبح مع بعض ونشوف الاوزان بتاعتنا وجمالهم. اللهم بارك اللهم بارك، اللهم صل على حضره النبي يا جدعان عليه الصلاه والسلام. هنتبقى السكين بتاعتنا. ناس كتير قوي في كومنتات سكينتك مش حامده، سكينتك انا عارفه ان السكينه مش حاميه شويه، بس والله يعني ظروف. تمام. دي اللي انا السكين الخاصه بالذبح فوق، فانا هغيرها باذن الله وكده يعني. المهم بقى هندعي دلوقتي ونشوف بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اهو هند مع بعض. اللهم بارك اللهم صل على حضرة النبي، نصلي عليه يا جدعان ونزيد عليه كمان صلاة. طبعا انا ما حندتهاش المرة اللي فاتت، بس هندها دلوقتي كويس ان شاء الله يعني. دلوقتي طبعا هندخل هنذبح الديوك بتاعتنا الشمورت اللي هي بقى ايه البلدي. تمام. عايز تاكل الديوك شمورت، عايزه تذبحي الحجم اللي انا هقولك عليه ده يعني ان شاء الله حجم 3 شهور او شهرين ونص، شهرين ونص نقول شهرين ونص. تمام. اللهم بارك اللهم بارك. طبعا انا جايبه ده، طبعا الجزء بتاعي امسك سكين يعرف ان انا ايه هنذبح وكده. المهم بقى عايزين طبعا ندخل دي في دي عشان نروح نجيب الديوك بتاعتنا من الكفايه دي. طبعا انا باكل قصيد وبرسيم ورشه صغيرين علف. تمام. رشه صغيرين علف. المهم بقى اللهم بارك اللهم صل على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. اهو هلبسها كويس بس، وهرجع لكم كمان عشان بس ايه الفيديو ما يطولش معانا. هنلبس دي كويس عشان ما يطلعش منه ويهرب مني على السطح. تمام. وهنرجع تاني باذنك يا رب. خلاص لبسناها كويس اهو، امورها بيجت تمام وكل حاجه ان شاء الله باذن الله بيجت فل. هنبدا كده باذنك يا رب، هنجيب كده الطيرها ونشوف ان شاء الله باذنك يا رب مع بعض كده، وان شاء الله باذن الله نذبح مع بعض باذن الله زي ما احنا متعودين. فبسم الله نروح كده. طبعا انا بذبح في دي يعني بذبح واحط في ده على طول. تمام. زي ما شايفين الدم اهو. بسم الله. طبعا نجيب بس ايه النفس بتاعنا اهو. اللهم بارك اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اهو. طبعا الشمورت ده يؤكل. تمام. يعني الشتا بقى اكل شمورت، الشتا اكل فراخ شمورت. شوف انا بقول لك ايه، انا حبساهم طبعا لسه ما فطرتهم ولا اي حاجه. تمام يا رودي. المهم بقى تشجيع ولايك ونرجع تاني باذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين معانا هنبدا نذبح باذن الله بشويه تركات كده. البادي طبعا البادي يؤكل. تمام. فان شاء الله باذن الله دلوقتي هنبدا نذبح الفرخ الديوك بتاعتنا شمورت. طبعا احلى اكل دي بقى انا بقول لكم نصيحه لوجه الله، احلى اكل بقى اللي هم الشمورت بقى ايه في الشمسية دي. هنقعد مع بعض دلوقتي وهنلحق الشمس دي ونبدا ننظف
ونريش ان شاء الله مع بعض باذنك يا رب. شويه تكات وشويه حركات باذن الله. هندخل دلوقتي في الفيديو ونشوف مع بعض ان شاء الله. طبعا دلوقتي احنا هنذبح الفراخ الشمارت. اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة كده بصوا خيال، يعني كلمة خيال قليلة. نذبح بقى الفراخ الشمارت دي، متطلعش مني بس، ونشوف بقى حلاوة الشمارت بقى بتاعنا وتربيتنا ايه بإذنك يا رب. والشكل اهو. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. شمارت يبقى يأكل يعني حلاوة كده. تمام. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. تربية البيت انضف بكتير من تربية ايه، من تربية البتاع ده اللي انت بتشتري ويتبهدل ومش عارفه ايه والكلام ده. لا، احنا هنبدأ بس ايه، هفصل معاكم وهمسك الباج. هم 7، فان شاء الله احلى شمورت. دول انا جايباهم ديوك ان انا اذبحهم شمورت. انا بحب الشمورت جدا. ونرجع ان شاء الله باذن الله لما نيجي نذبح باذنك يا رب. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. رجعنا تاني اهو. نفتح بقى الباب. اللهم بارك. طبعا الشمورت يا جدعان خلي بالك عليهم بقى في الاكل، وتشدي على قد ما تقدري. بس انصحك ما تدوش علفه على طول. عايزاكي بس ايه، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. تبداي بقى تدي اكل بيت وكده يعني. المهم بقى هندخل الحاجه دي وارجع لكم، لاني بصور بايد وشغاله بايد باذنك يا رب.